وبعدها بننتقل للمجال السري لاختبار الأمة الصحراء القاحلة. ووقتها بنلاقي سيونج هناك، وبعدها بيخرج زاحف الشيطان وبيفعل التعايش مع الهاوية، بالإضافة إنه بيقسم الوحش ل9 وحوش، وده معناه إن هو حتى لو مات فيمكن بعثه تاني ل9 مرات. ووقتها بيقول مع نفسه إن هو تقريبا لا يموت. وهنا الشياطين بتختبئ في المكان، ولكن فجأة بيقتل شخص واحد منهم، وبيقول له ولكن للأسف تبقى 8 فقط، وهو ده موساشي تن. بيتعصب سيونج منه وبيقول له انت ليه قتلته؟ احنا مش حلفاء؟ بيقول له موساشي اكيد احنا حلفاء، ولكني كنت بجرب لو كان هيعطيني نقاط لو قتلته. بيقول له سيونج بكل غضب انت لو عايز نقاط فاذهب لعنده لوفان واقتله، واتفقنا في السابق القضاء على المخلوق المبعوث معناها قطع فرصة بعثي. بيقول له موساشي ولكن معاك لسه 8 فرص، انت ليه غاضب؟ ولكن بيتجاهل سونج كلامه وبيمشي من قدامه وهو غاضب منه جدا. ولكن ماد عليه موساشي وبيقول له استنى يا ابني انت عليك حماية حليفك. بيقول له سيونج بطل صرصرة وما تخليش حد يسمعك، ومسألة التحالف كما هي، وانا هقتل لوفان وانت قاتل التنين الاسود. بالاضافة ان في شيء تجاهله المسؤول عن برج الظلام، البرج بيتحرك بشكل عشوائي. بالاضافة لو اكتشف احد الممثلين يبدأ بالهجوم بصورة تلقائية. بيتفاجئ موساشي وبيقول له ماذا؟ انت ليه ما عرفتنيش؟ عشان كده جهزت كل هذه الفرص للبعث، بس لو صادفنا برج الجحيم فانت قادر على البعث، ولكن ماذا افعل انا؟ بيقول له سيونج وهو بيجمع طاقة في ايده اكيد هكون بحماية حياتك ايضا، وبيهجم عليه بالطاقة الشيطانية. وبعدها بيقول له ما تقاومش وده هو عقد الهاوية. وفجأة بيشعر بشيء غريب وبيعاني من هذا. ووقتها بيقول له سيونج كده تم ربط عقد الهاوية، ومن الآن فصاعدا حتى لو مت يمكن بعثك من تاني داخل وحش الهاوية، وأكيد لو مت حقا عندها هتموت انت كمان. بيقول له موساشي مع انك تتحدث عن التحالف المؤقت ولكنك لسه حذر مني. بيقول له سيونج لا داعي للتفكير، التعاون معانا هو الخيار الصح، وبعد المسابقة سيلغي عقد الهاوية. بيقول له موساشي استنى لحظة انت ذاهب للبحث عن لوفان الآن؟ بيقول له سيونج لا، حاليا هاخد مهام لكسب النقاط، ولما يقرب برج الشيطان على بقية الممثلين ساعتها نبدأ خطتنا. ولكن بيقول له موساشي طب لو كنا هناخد المهام هي مش دي مهمة أيضا؟ ولكن بيقول له سيونج انها مهام الفخ، والمسؤول وضع واحدة في كل خريطة وانا الوحيد اللي عارف مواقعها، ولما تقبلها محدش يقدر ياخد اي مهمة تانية. بيترعب موساشي مهام فخ ولكنها عن ايه بالظبط؟ بيقول له هتعرف قريبا لانها مهمة مستحيل حد يكملها. وبعد 5 ساعات بيراجع المسؤولين ترتيب كل دولة، وبيتفاجئوا ان الدول الكبرى التلاتة مختفية. فبيسألوه التاني وما هي الدول الكبرى؟ بيقولوا هي لونجدو وشينج تياو وشيوجو، ودايما هما كانوا في المراكز التلاتة. بيقولوا التاني حقا ولونجدو هذا العام هو ايه اللي بيحصل معاها؟ ووقتها لوفان كان في المركز 23، وده بيخلوهم يسخروا من لوفان. ووقتها العجوز هم مريح دماغه وبيشرب الشاي ولا شاغل دماغه بكل اللي بيحصل، وده بيخلي المسؤول مستغرب جدا. ووقتها لوفان كان لسه بيدور على برج الشيطان، ومع انه بحث لفترة طويلة ولكنه لم يرى حتى ظله. وفجأة بيظهر أسود طائرة بالمستوى 60 وبيهجموا على التنين الأسود، ولكن بتفادى التنين هجماتهم بكل سهولة. ووقتها بيفكر لوفان مع نفسه بيقول إن هذه الوحوش أضعف بكثير من اللي كانت موجودة في سحابة الغيوم، والوحوش منهم يعطي 10 نقاط فقط، لهذا بيقرر الذهاب وما يضيعش وقته. وعشان يكسب الكثير من النقاط لازم يواجه رؤساء المهام أو قتل الممثلين الآخرين. وهنا بيوصل لمكان المهام، ووقتها بيلاقي المحارب سام بيقتل وحش الجليد وبيقتله أخيرا. ووقتها كان بيكلم نفسه كما توقعت عدم وجود التحول التالت بيخلي الأمر صعب، وبيذهب للداخل عشان ياخد المهمة، ولكنه بيتفاجئ بظهور تنين عملاق وبيعرف ان هو لوفان، وده بيخليه يفكر ان هو عايز يقتله، ولكن بيعدي لوفان من جنبه ولا كأنه موجود في الأساس. وبيتفاجئ المحارب من عجرفته وبيفكر في القضاء على لوفان لأنه أهم ملك الدولة الجنوبية، ولو قدر يقتله فيعتبروه بطل هناك. وبعدها بيشوف معلومات بطلنا وبيلاقي ان هو في المركز 23 ومستواه تقريبا في الثلاثينات، وده بيخليه يفكر ان حظه جيد لانه بيفكر ان هو قابل شخص ضعيف. فبيهجم على بطلنا من الخلف بكيد مياه اللؤلؤ واللي يمكنها تجديد الهدف ل10 ثواني، وبعدها بيستعد للهجوم عليه بكل سعادة، ولكن بيهجم عليه التنين بقوة ساحقة بترميه لبعيد، وده بيخليه مصدوم جدا من قوة التنين الساحقة وحتى عظامه انكسرت.
وبعدها بيقوله لوفين وهو بيكسر الكيد: انت مفكر انك هتجني الفايدة بهذه السهولة؟ تبالغ في التفكير. ال5000 نقطة اللي معاك دومت مش كفاية لتحفيزي حتى، وقررت اسيبك هذه المرة. ووقتها يتفاجئ السن ان مهارته بلا فايدة قدامه، مع ان مستواه في التلاتينات فقط. وبعدها بيظهر التنين قدامه وبيستعد للهجوم على المحارب سان، ووقتها بيحذر لوفين من اي حركة: والمهمة دي تخصني، عندك اعتراض؟ وبالفعل بياخد المهمة، ويا ريته ما خدها يا صديقي، لأنها مهمة فخ، وهي القضاء على الشيطان الجحيمي بالمستوى ال85. وده بيخلي لوفين مستغرب جدا. وقتها المحارب سان خايف جدا وبيفكر إن أمره انتهى، وفجأة بيظهر وحش جليدي من خلف الأوفان وبيهجم بقوة ساحقة على التنين، ولكن بيتفاداه التنين في الوقت المناسب. ووقتها سام بيهرب بسرعة من المكان، وبعدها بيعرف إن ده هو زعيم المنطقة ملك الوحوش الجليدية. ووقتها سام بيبتسم لأنه فكر إن لوفان مات من هذا الهجوم. في الوقت ده بيهجم الزعيم عليه بقوة ساحقة، ولكن بيتفادى الهجوم في الوقت المناسب. وبعدها بيظهر قدامه الوحش، وده بيخليه مرعوب جدا ومش عارف يعمل ايه. وفجأة بيظهر الضوء لمع من خلف الزعيم، وده بيخلي الزعيم مصدوم جدا. ووقتها كان التنين بيهجم عليه بقوة ساحقة وبيقطع فيه بسرعة كبيرة وبقوة ساحقة. وبعدها بتواجه التنين اللي عنده بسرعة كبيرة وبيوجه ضربة ساحقة للزعيم، وده بيخلي الزعيم يعاني جدا وبعدها بيموت. في الجانب التاني بيظهر لوفان وبيسخر من قوة الزعيم ولا يمكن مقارنتها بالجثة الساقطة. في الجانب التاني سام مصدوم من القوة اللي أظهرها لوفان، وضربة واحدة فقط دمرت الزعيم، وده بيخليه يفكر لو كان مستواه في التلاتينات حقا. وبعدها بيترعب منه لما بيشوف لوفان متجه لعنده، وبيقول إن هذه المرة انتهى أمره حقا الآن. وبيقفل عينه وبيكلم نفسه: معقول دي نهايتي؟ وبعدها بيقول له: آسف، من فضلك ارحمني. ولكن لوفان بيعدي من جنبه ولا كأنه موجود في الأساس، وده بيخلي سام متفاجئ إن هو تركه حقا عايش. وبعدها بيشوف المهمة اللي أخدها لوفان ويتفاجئ إنها القضاء على الزعيم الأسطوري شياطين ال9 عوالم في عالم الجحيم. وبعدها يفكر في كلام لوفان اللي قاله في الحفلة الترحيبية السابقة، واللي وقتها سأل عن الشيطان الأسطوري لو كان بيكاسب نقاط زي أي وحش أم لا. وده بيخليه مصدوم لما يعرف إن هدفه هو الذهاب فعلا عند شيطان ال9 عوالم عشان يهزمه. ووقتها بيتفاجئ نائب المدير لما بيشوف المهمة اللي أخدها لوفان، وبيكلم المسؤول بكل غضب وبيقول له إنها مهمة مستحيلة، فكيف لوفان هيحصل على النقاط من المهام؟ ولكن المسؤول بيسخر من كلامه وبيقول له: فلتهدأ يا سيدي. بيتعصب تشو من كلامه وبيقول له: أنت إزاي عايزني أهدأ؟ النظام هنا فيه مشكلة، أنا عايز أقدم استئناف ويحذفوا المهمة بسرعة حالا. بيضحك المسؤول على كلامه وبيقول له: هو أنت المشرف هنا وما عندكش أي حق في تقديم الاستئناف، ولو استمريت في التصرف هكذا فهضطر يطردك من هنا. بيتعصب تشو من كلامه جدا ولكنه مش قادر يعمل أي حاجة. فبيكلمه الشيخ هان وبيقول له: مفيش داعي للغضب وتعال عندي عايزك. وبيعرفوا إنه حتى مع الاستئناف لن تحل المشكلة. أنت مفكر إن هو تلقى هذه المهمة بالصدفة؟ بيقول له تشاو: أنت قصدك إيه بهذا الكلام؟ بيقول له الشيخ هان إن هم فعلوا كده قصدا وبيسهلوا على ممثلهم المنافسة بينما يعيقون الممثلين الآخرين إنهم بيمارسوا الحيل والتلاعب. بيقول تشاو الشيخ هان: مع إنك عارف إن ده غير عادل فلماذا لا تدافع عن لوفان؟ بيقول الشيخ هان: ساعات اللي بيستعمل الحيل قد يقع في الفخ نفسه، وقدام القوى الساحقة ده ملوش أي معنى. وهذه المهمة المستحيلة هي بالظبط اللي عايزه لوفان، وأنا واثق به وأنت أكيد كذلك. بيقوله نائب المدير تشاو: فهمت قصدك. وبعدها بيشاهد لوفان على الشاشة وبيتفاجئ إن لوفان ذهب فعلا عند برج الشيطان. ووقتها بيوصل لوفان لهناك وهو بيقول: واخيرا لقيت اللي كنت بدور عليه، شياو يي، فلنبدأ المجزرة. في الجانب التاني بيصحى جيش الشيطان وبيستعد للهجوم، وبيلاقي لوفان ان هو نفس الوحش اللي كان راكبه تشانج فانج، ومع ذلك هما مجرد شوية خبرة ونقاط مجانية. وبعدها بيكلم ستار وبيقول له استعد للمعركة. وبعدها بيقول لشياوي بكل حماس: شياو يي تحول للتنين المدمر. بالفعل بيتحول التنين للمدمر وبيهجم على الوحوش بقوة ساحقة، وده بيخلي الوحوش تعاني جدا من هذا. وهنا بيحذروا لوفان من الوحوش اللي في الأرض. بالفعل بيظهر وحوش من الأرض وبيهجموا عليها بقوة ساحقة، ووقتها بيستعدوا لوفان للهجوم وهو بيقول لهم جيتم في الوقت المناسب ومن الأفضل للجيش أن يهاجم معا. وبعدها بيفعل سرج التنين وبيهجم التنين بسهر اللهب وبيقتلهم جميعا بقوة ساحقة. وقتها بيلاحظ لوفان الكثير من الوحوش الشرسة قادمة لعندهم، فبيقرر قتلهم جميعا مرة واحدة عشان ما يضيعش وقت في قتلهم واحد تلو الآخر. وبيفعل تحفيز التنين
واللي بيرفع من قوة التنين ب30%، وبعدها بيستعد للهجوم عليهم بالقوس الأسطوري. وبيعرف شاوي إنها تستعد للهجوم بالكراسة الكبرى. بيفعل التنين الكراسة الكبرى وبيخرج قوة نارية ساحقة، وبيستعد لوفان للهجوم بظل الأفعى. في الوقت ده بيهجم التنين بالكراسة الكبرى، وبعدها بيهجم عليهم لوفان وبيدمر كل الوحوش اللي في البرج، وده بيخليه يكسب كم هائل من النقاط والخبرة، وبيحتل المركز الأول في القائمة، وبيرتقي ستار للمستوى ال 12 ولوفان للمستوى 33. في الوقت ده بيتفاجئ المسؤولين إن أقوى العائلات رجعوا للمراكز التلاتة الأولى، وبالأخص لوفان، ولم يتوقعوا إن لوفان يتجرأ على الهجوم على برج الظلام وأخذ النقاط، وبعدها الانسحاب والخيار الأكثر حكمة. وتشارلز وأندريه تلقوا أيضا نفس المهمة، وده خلاهم عاجزين عن كسب النقاط. ووقتها تشاو مصدوم إن الشيخ هان كان محاك، ومهمة القضاء على الشياطين التسع عوالم ليس فخر للوفان، بل هي البداية فقط. وقتها الشيخ هان بيضحك وهو بيكلم الجميع، وبيعرفوا من الضرر اللي بيسببه لوفان والتنين، وحكم ممتع ليه. بالإضافة إن معاها الكثير من التنين لسه لم يخرجها بعد. ووقتها بيلاحظ يتشاو إن الشاي خلص، فبيستأذن الشيخ خان إن هو يستنى وهيبعت حد عشان يجيب شاي تاني، ولكن بيقول له مفيش داعي لذلك، والشاي يمكن شربه في أي وقت. ولكن لا يمكن تجاهل أداء لوفان الرائع، وقوة لوفان تفوق التوقعات، فنشاهد لحد ما يقتل الشياطين الأرضية، وبعدها نعد الشاي. في الوقت ده المسؤول متوتر جدا، وبعدها بيقول مع نفسه مع ابتسامة ساخرة: اضحك الآن. ولكن بعد ظهور الشياطين الأرضية استعادوا لجمع جثة لوفان، ووقتها بيتفاجئ المسؤولين الآخرين إن لوفان لسه موجود مع إن الزعيم على وشك الظهور، ومصدومين إن هو ناوي يصفي البرج. في الجانب التاني بنلاقي جماعة السلاسل اللي في البرج بيتم تكسيرها، وبيسقط البرج في الأرض، وده بيخلي لوفان متفاجئ ولما يتوقع إن لسه فيه الكثير من الوحوش، وإلا اللي كان يستنى لحد ما يظهروا ويدمرهم دفعة واحدة عشان ما يضيعش وقته يعني. وهنا بيظهر الكثير من الوحوش العملاقة والقوية، وده بيخلي التنين ولوفان متحمسين جدا لهذا. وفجأة بيتحرك ستار، وده بيخلي لوفان سعيد جدا إنه أخيرا وافق ينضم للمعركة. ولكن بعدها يتفاجئ لوفان لما يعرف إن ستار عايز يواجههم بمفرده، وهنا بيهجم الوحوش وبيهجم ستار أيضا. ووقتها لوفان بينادي عليه وبيحاول يرجعه، ولكن بيتجاهل لوفان تماما، فبيقرر لوفان الذهاب عشان يساعده لأنه مفكر إن هو ضعيف عشان مستواه منخفض. في الجانب التاني بيهجم ستار عليهم بقوة ساحقة، ووقتها بيفكر لوفان مع نفسه وبيعرف إن شخصية ستار مستقلة جدا وصعب جدا جعله يطيع الأوامر. ولكن استنى، أنا لسه لم أرى قوة ستار الحقيقية، وربما جه الوقت اللي تركه يتبع غرائزه القتالية. ووقتها بيهجم ستار بدرع كشور النجوم وبيقطع في الغيلان بقوة ساحقة، ولكن بيظهر قدامه وحش عملاق براسين وبيحاول يوقفه وبيهجم عليه بقوة ساحقة، ولكن درع ستار بيمتص الضرر، وده بيخلي لوفان يطمن وبيقف شاوييه وبيقرر تركه يقاتل منفردا. في الجانب التاني بيلاحظ الوحش العملاق شيء لامع، وهنا بيظهر ستار وبيفجر جميع الوحوش اللي حواليها، وده بيخلي الوحش اللي براسين خايف جدا. وهنا بيفعل ستار تحطيم النجوم، وعلى تعبير ستار ابتسامة ساخرة. في الوقت ده بيخلي لوفان شاوي انها تبعد من هناك، ووقتها بيستعد ستار للهجوم وبيدمر النجمة، وبيحصل انفجار ضخم بيخلص على كل الوحوش يا صديقي، وبيرتقي لوفان للمستوى ال 34، وده بيخلي لوفان سعيد جدا وبيمدح في قوة ستار وقوته زي قوة الكراسة الكبرى الخاصة بالشاوي، وده بيخلي ستار يتغر بنفسه، والشاوي متعصبة عشان بيمدح في ستار، فبيحاول لوفان يهدها وبيعرف ان هو هيعطيها فرصة لإظهار مهارتها. وعمنا ستار عمال يستفز في الشاوي، وبطلنا ندم اللي هو قارن بينهم في الأساس، وده خلى الشاوي متعصبة جدا. وفجأة بيحصل انفجار وبيظهر وحش القمة السوداء، وده بيخلي لوفان متحمس جدا وبيقول للشاوي وستار يستعدوا لهزيمته بضربة واحدة فقط، وبيهجم الوحش عليهم بقوة ساحقة. ووقتها بيستعد التنين لانفجار الحمم وستار بتدمير النجوم، وبيهجم لوفان مع التنين بقطع الفراغ، وده بيخلي الوحش متعصب جدا وبيهجم عليهم بقرنه. فبيكلم لوفان ستار عشان يوجه قوته لهذه الضفدعة. بالفعل بيستعد ستار وبيواجه القرن، وبعدها بيكلم لوفان شاوي: والآن جه دورك يا شاوي. وهنا بيستعد التنين الأسود وبيهجم على الوحش بانفجار الحمم، ولكن بيقفز الوحش الأعلى عشان يتفادى الهجوم، ولكن بيهجم عليه لوفان من الأعلى، وبعدها بيمسك ستار قرنه وبيوجه ضربة ساحقة للضفدعة، وتم هزيمتها هزيمة ساحقة. وده بيرفع نقاط لوفان ل50,000، وارتقى ستار لمستوى 13، وده بيخلي لوفان متحمس جدا.
ووقتها المسؤولين مصدومين من النقاط اللي جمعها لوفان، وده بيخلي المسؤولين يفهموا ليه لوفان عنده الجرأة لمواجهة المحاربين المستوى ال60 مع انه في المستوى ال30 فقط، وحتى نقاطه تعدت نقاط المركز التاني للضعف تقريبا. ووقتها بيغادر المسؤول على تعبيره الغضب، والشيخ خان بيلاحظ ذلك، ووقتها المسؤول غاضب جدا وبيقول بكل غضب: هو ايه اللي بيحصل مع لوفان؟ وجيش الوحوش بكامل قوته انهار بالكامل وتعدى نقاط سيونج بهذا القدر، واكيد في ثغرة بيستغلها. وبيقول للموظفين بالذهاب فورا للكواليس عشان يحققوا في بيانات برج الظلام عشان يتأكد لو كان استغل أي ثغرة، يعني مستني عليه أي غلطة يا صديقي عشان يلغي مؤهلاته. وبعد نص ساعة بيعرفوا الموظفين إن هما فحصوا النظام كويس ولكن كل شيء طبيعي ومفيش أي ثغرة في برج الظلام. بيتعصب المسؤول جيم منهم وهيضرب واحد منهم، ولكن بيقول له الموظف ان هو يفحص النظام تاني. بيقول لهم المسؤول: اذهبوا واستمروا في الفحص لحد ما تلاقوا اي ثغرة. وبعدها يفكر مع نفسه، وبعد ما كان بيستعمل آلية لتهديد بقية المندوبين، دلوقتي أصبحت الأداة لرفع النقاط لأوفان. وبيفكر في طريقة عشان يصعب الأمر على بطلنا، وبالنسبة للترتيب فده يعتمد على سيونج، وأكيد هو موساشي يمكنهم ذلك بما أنهم في المستوى ال60. وبعدها بيرجع لعند المسؤولين الآخرين، ووقتها المسؤولين مصدومين من شيء، والشيخ خان يبتسم في وش المسؤول جين، وده بيخلي المسؤول مستغرب. وبعدها يتفاجئ المسؤول جين لما بيشوف ان لوفان هزم جميع الوحوش اللي في البرج. ووقتها بيظهر الزعيم الشيطاني النهائي، شيطان ال9 عوالم، وحواليه الكثير من الوحوش في كل مكان. فبيضطر لوفان يخرج شياو فاي، ووقتها الوحوش بتستعد للهجوم عليهم. في الجانب التاني بتحول التنين الزمردي للصورة الخالدة، وبيفعل سلالة التنين واللي بتكون جميع مهاراتهم ونبض الحياة ونعمة الياقوت وضوء الزمرد. وبعدها بيستعدوا وبيهجموا على الوحوش بقوة ساحقة وبيدمروا فيهم يا صديقي. وبعدها بيخلوا فان ستار يفعل قشور النجوم اللامعة وبيدمر فيهم بقوة ساحقة. ووقتها بيفتكر لوفان شيء، وبعدها بيقرأ كتاب رنين التنين وبيفعل المهارة اللي فيها وهي سحر لغة التنين. وبعد ما حصل على مهارة الانفجار البركاني اللي أخدها لوفان من أختها الكبرى مع السيف، ساعتها يمكن استعمالها مع الشياوي عشان يفعلوا سحر لغة التنين. وبالفعل بيفعلها لوفان وبيخرج قوة ساحقة وبيكون كرة نارية ضخمة وبيهجم على الوحوش وحتى الزعيم بقوة ساحقة وبيدمروا كل الوحوش حتى الزعيم على وشك الموت، ولكنه مع ذلك بيعافر. فبيخلي لوفان التنين يتحول لشكل المدمر، وبعدها بيهجم على الزعيم بالفك العملاق، ولكن الزعيم لسه بيقاوم. فبيقرر لوفان تولي أمره، ولكن فجأة بيظهر ستار وبيهجم على الزعيم بقوة ساحقة، وبعدها بيسخر عمنا ستار من الزعيم وبعدها بيدمره. ولوفان متفاجئ ان ستار تعلم يسرق القتلة، ووقتها بيرتقي التنين الأسود، وأيضا ستار ارتقى للمستوى ال15.